السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا من القلب. كل سنة وانتم طيبين وبخير، يا رب عيد الايام علينا بالخير واليمن والبركات والسعادة. حبايبي النهاردة عايزة احكي لكم عن الفنان الكبير ستيفان روستي، وايه سبب ان الناس زغرطت في حفل عزائه. ازاي الكلام ده؟ واحدة واحدة. اولا الفنان الكبير ستيفان روستي من اب نمساوي وام ايطالية، وعايش في مصر في حي شبرا، واتولد 1891 لاب نمساوي وام ايطالية. تزوج من زوجته ماريانا وأنجب منها ولدين توأم، وهو كان يعني مضرب عن الزواج إلى أن وتزوج زوجته دي وأنجب منها توأم. طب إيه الفنان الكبير؟ إيه سبب إن هو حضر حفل عزائه؟ هقول لكم إن الفنان الكبير سافر اسكندرية وقعد فترة كبيرة قوي من القاهرة لاسكندرية، فالكل لما لقوه غاب ان هم قالوا انه توفى، طلعت عليه اشاعة ان هو توفى. وبالفعل الإذاعة أعلنت عن وفاته، وهو كان في اسكندرية وهو سمع خبر وفاته. نزل لقى ان نقابة الممثلين عاملة حفل تأبين، يعني حفل عزاء. فالناس جالهم حالة من الذعر وال يعني الدهشة، وبصينا بصوا لقوا لما حالهم حالة ذعر ودهشة. الفنانة الكبيرة ماري منيب، والفنانة الكبيرة نجوى سالم، والفنانة الكبيرة سعاد حسين زغرته في حفل العزاء، وفرحوا جدا جدا ان هو بخير. للعلم بقى ان بعد الموضوع ده، بعد حفل تأبينه ده المفروض ان هو عزاؤه، بعدها بأسابيع بالفعل توفى الفنان الكبير ستيفان روستي. لما توفى وهو في احد المقاهي، كان اخر عقب لما يعني اول ما خلص فيلمه اخر شقاوة، اول ما خلص الفيلم ده كان قاعد في احدى المقاهي. توفى سنة 1964 وهو قاعد على القهوة حس ان هو قلبه تعب قوي وحس بأزمة قلبية. نقلوه على المستشفى اليوناني. لما نقلوه على المستشفى اليوناني ما في ساعة بالظبط اكتشفوا شخصوا الحالة، قالوا ان عنده انسداد في الشرايين، وتوفى اثر أزمة قلبية بعد حفل تأبينه بأسابيع قليلة جدا. فعلا زي ما يكون، سبحان الله. وتوفى بالفعل سنة 1964 وهو عمره 73 سنة. وتوفى الفنان الكبير ستيفان روستي بعد زغاريته في حفل تأبينه اللي حضروا بعدها بأسابيع. توفى إثر أزمة قلبية. حبايبي هو ده حكيت لكم حاجات من وحكايات جميلة قوي من زمن الفنان الجميل. حبايبي اوعوا تنسوا تعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه اللي ما اشتركش. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عيلتي وناسي، شكرا. كل سنه وانتم طيبين.